اهلا بيكم. كابتن سامي يحييكم من اسكندريه. النهارده عندنا برضو حصه جميله جدا من حصص تعليم السواقه في الشوارع الرئيسيه. زي ما انتم شايفين كده احنا يعني في حصه جميله جدا في الشوارع الرئيسيه مع ميس امل. ازيك يا ميس امل؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك في السواقه؟ بخير تمام الحمد لله. ميس امل النهارده بدانا معاها من الحصه الاولى من الزيرو حقيقي، والنهارده الحمد لله احنا النهارده في الحصه الخامسه والسادسه في الطرق الرئيسيه زي ما انتم شايفين كده بين العربيات في وسط الشوارع. وطبعا هي الحمد لله في خلال الحصص اللي فاتت اتعلمت معانا حاجات مهمه جدا. اتعلمت ازاي تمشي بالطريقه المتقطعه في السير. كملي يا ميس امل كملي. ايوه كملي صح كملي. انت فعلا فصلتي الموتور واستعديتي بالفرامل عشان الخطر اللي كان موجود لغايه لما احنا اتاكدنا ان الخطر يعني مش قوي قوي وكملنا السكه. افصلي الموتور مره تانية زي ما انت ما بتعملي كده. كويس يا ميس امل كويس. ابعدي شويه عن العربيه ديت. ايوه كده جدعه. الحمد لله يا كابتن بفضل الله من حضرتك، يعني ما كنتش متخيله ان انا امشي في الطرق دي اصلا يعني. ربنا يخليك يا ميس امل ربنا يخليكي. الحمد لله رب العالمين، يعني كله بفضل الله ثم حضرتك، ربنا يبارك لك. الله يخليكي الله يخليكي. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه في السير في الطرق اللي هي الرئيسيه طبعا، واي طرق قبل ما تطلع بالعربيه بتاعتك اتاكد انك تكون لابس يعني حزام الامان طبعا اهو. حزام الامان طبعا هي لابساه بس موجود تحت الطرحه. وتعالي يمين شويه كده نخش من اليمين ديت، ولا عايزه تخشي النفق زي ما يعجبك؟ النفق خلينا النفق. يلا مش مشكله خلينا النفق يلا. ربنا يوفق كل واحد عاوز يتعلم، وان شاء الله على ايدينا باذن الله توصلوا للمستوى اللي وصلته ميس امل في خلال النهارده الحصه الخامسه والسادسه. صح؟ النهارده الحصه فعلا الخامسه والسادسه الحمد لله رب العالمين. بس بصراحه بيني وبينكم يعني هي عندها اراده، يعني هي برضو الحمد لله عندها اراده وساعدتني جدا في انها يعني تحصل المهارات المطلوبه في الوقت البسيط دوت. كويس يا ميس امل كويس يا ميس امل. تعالي يمين شويه، شغلي الموتور وزودي بنزين عشان خاطر المطلعايه. انت بتبصي في المرايه من غير لازمه ليه؟ هو انت عندك نيه تحويجي طيب ولا حاجه؟ طيب بلاش تبصي في المرايه طالما انت ماشيه طوالي. طبعا احنا ما بنقولش ان انت ما تبصش في المرايه، هو المفروض ان انا ابص في المرايه ولكن بترشيد. يعني ما ينفعش واحد يكون سايق على طول قدام ويقعد يبص في المرايه ويخيل نفسه من غير لازمه. ده اكبر غلطه. فاحنا بننصح برضو انك انت لما تيجي تبص في المرايه بص فيها وكل حاجه ولكن في وقتها. كويس جدا. اجيب بقى الاولاني ميس امل، ادوس دبرياج واجيب الاولاني لان انا وقفت. كويس جدا. طبعا احنا بنبارك لميس امل لان هي اجتهدت والحمد لله اجتازت اختبارات السواقه وحصلت على الرخصه بتاعتها. الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله هي بتتدرب معاها الرخصه بتاعتها حصلت عليها الحمد لله، وبتتدرب معانا على عربيتها. لا وماشيه على البحر دي حاجه ما كنتش متخيلاها ابدا يعني. الحمد لله رب العالمين يا كابتن بجد. الحمد لله ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وتعبك معانا في التدريب. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لك يا كابتن ويعزك يا رب. الله يخليك. وكويس جدا زي ما انتم شايفين هي ماشيه على الزحمه وبتفصل وبتشغل وبتمشي بالطريقه المتقطعه اللي هي بتناسب الزحمه. كويس جدا. اهي في طرق الزحمه ماشيين على الكورنيش اهو. كويس يا ميس امل انت سايبه المسافات القانونيه اللي بينك وما بين العربيات اللي قدامك. اهو السير في وسط الزحمه اهو.
كويس جدا.